على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وضفاء ساكبة روية لا لذ عيش بعد رضك بالجياد. أبو بصير يقول كنت جالس في ذلك المجلس لما أنشد أبو هارون الأبيات، قام الإمام من صدر المجلس وجلس على عتبة الباب. قلت له سيدي لم صنعت هذا الصنع؟ قال بينا أنا كذلك وأبو هارون ينشد الأبيات وإذا بدخلة جدتي فاطمة هذا وهي مبرقعة بالسواد وتنادي وولدا. هذه دمعتك على الحسين عليه السلام، بعدها ناخذ دمعة على الإمام الصادق. إمامكم في مثل هذا اليوم على فراش المنية يقبض يدا ويبسط أخرى وقد سرى السم في بدنه، حوله أولاده. إمامكم الكاظم ينظر إليه ودمعته على خده، وان جعفر الصادق على فراش المنية وان تهد الطود لكنها خفية من حالها ولادته اللي دموع العيون. هذا سخين العين يبكي وذاك مغبور، واهل العلم بالمدرسة العظمى ينوحون. يا للأسف ناصر الملة الأحمدية عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء هذا وعند احتضار الموت مد يديه أسبل رجليه عرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وإماما غمضت عينه وقطع ونه وفاضت الروح. غمضت عينه وقطع ونه وفاضت الروح. غمضت عينه وقطع ونه وفاضت الروح. وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنوح وما جت سماوات العلا والقلم واللوح. وسط القبر نصبت له الزهرة عزية. ساعد الله قلب فاطمة وهي في قبرها تندب أولادها، نادت أولادي ما بقت منهم شريدة. نادت أولادي ما بقت منهم شريدة. ما بين ضامي وبالعطش حزور وهذا معذب بالسجن يرفل بقيده. وما بين هايم خوف حتوف المنية. وإماما وسيدا هالمصيبة وأسألكم الدعاء. وضعوا إمامكم في نعشه. حملت جنازة الإمام ضجت المدينة ضجة واحدة وإماما وشالوا الجنازة
للبقيع شبول واسباع. شيع امامك، ها لا تبخل. وشالوا الجنازة للبقيع شبول واسباع. ومروا بتابوته على مكسورته، سمعوا ونين البتول بباطن القاع، تنادي انشعب قلبي يا خلق الله بسعيره. وحسينا كشفوا اللحد عني أبطلع لابني اليوم. قطعوا كبدي قبل كبده بحر الاسم، وانا يا شيعة في عزا جده المظلوم ابكي على اللي جثته ظلت عفيرة. الزهراء تبكي على الحسين وما جرى على الحسين، بيت الدعاء من له حاجة يا زهراء. وصعدت له من الجيمان 10، وصعدت له من الجيمان 10، ولعبت خيلهم من فوق.